السلام عليكم من قناة مديان الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رجعت لكم بطريقة الفاهيتا بطريقة جدا سهلة وبسيطة، والعشاء سريع جدا. طبعا أنا هاي طريقة الصاجية منزلتها فيديوهات سابقة، تقدرون ترجعون تشوفوها. يلا تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. نعم، خليه زيت على النار. راح اخلي له صدر الدجاج اللي متبلته تقريبا تتبيله ساعة كاملة، والتتبيلة عبارة عن ثوم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود بالليمون، بهارات شاورما، ملح، كزبرة وثوم مهروس. هنا راح احمسه لحد ما يمتص السوائل البيه، واضيف باقي. هذا شكله النهائي بعد ان امتص السوائل والتوابل اللي بيه. راح اخليه على جهة ثانية، وطبعا نفسها هي الطاوة راح هنا بعد ما شلته اضيف. هنا نفسها الطاوة قلنا راح نضيف عليها الفلفل والبصل. طبعا البهارات اللي راح اخلي له كزبرة وبابريكا وفلفل اسود. هو طبعا يحتاج بعد فطر وفلفل الوان اختياري. اني هذا المتوفر عندي نوع واحد من الفلفل والبصل. هنا ذبل عندي راح اضيف باقي المكونات او صدر الدجاج عليه 3 دقائق واشيله. وهنا أنا جهزت خبزة الصاج، فتحتها بهالشكل، وزعت عليها المايونيز وخليت عليها الفاهيتا، وراح الفها بهالشكل. هاي لفة كلش صغيرة ومرتبة حتى يسهل علي الكبس. هذا شكلها النهائي. وهاي الطريقة الثانية. تريدون اختياري بالكاتشب او المايونيز حسب الرغبة، واستمر بهاي الطريقة الى ان تخلص كلها. وصلت نهاية الفيديو، اتمنى تعجبكم وتجربوها. طريقة جدا سريعة وسهلة. دمتم في امان الله.